القدوة الصالحة لها تأثير كبير في طفولة كلامنا، وعظماء الإسلام حفظت أسماءهم في التاريخ الإسلامي بالبطولات المتعددة. تعالوا أصحابي معايا النهاردة نتعرف على أحد هؤلاء العظماء. معانا الكاتب الكبير والشاعر الأستاذ أحمد سويلم. كل سنة وحضرتك طيب. وانت طيب يا حبيبي. معانا صديقتنا فريدة. حضرتك هتحكي لنا عن قصة مين من عظماء الإسلام؟ الحقيقة أنا يعني عايز أتكلم عن لو إحنا في مجال الأطفال، يعني أتكلم عن طفولة عظماء الإسلام. يعني أي واحد عظيم أو يعني بيبقى له قدر كبير، أكيد الموضوع ده جاي من الطفولة. شخصية عبد الله بن مسعود، هذا الرجل الذي عاش في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، وله حكاية مهمة أوي أوي. مرة المسلمين قاعدين بيتكلموا مع بعض، بيقولوا إزاي إحنا بنقرأ القرآن لنفسنا، ليه ما بنقراهوش قدام في الكعبة قدام الناس كلها ونجهر بيه بدل ما يبقى فيه بيننا وبين بعض بس. مين كان قاعد؟ كان قاعد عبد الله بن مسعود، وكان فتى لسه صغير يعني. قال لهم أنا مستعد أعمل ده، مستعد أقرأ القرآن في الكعبة. قالوا لا، أنت يعني لسه صغير. وهو على فكرة كان قصير القامة ونحيل الجسم ورجليه رفيعة، يعني كان ضعيف، يعني ضعيف البنية يعني. فخافوا عليه، قالوا له أنت لو عملت ده قدام المشركين هيأذوك. قال لهم أنا ما يهمنيش، المهم ربنا معايا. وفعلا أمن عندهم وراح قعد في الكعبة، فلقوا إيه قدام المشركين يعني. المشركين طبعا اتضايقوا، فقالوا انت بتعمل ايه؟ قال لهم انا بقرا القرآن الذي انزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا ازدادوا غيظ وازدادوا غضب على ابن مسعود، واذوه بالضرب وجرحوه بالفعل يعني. فرجع الى المسلمين فقالوا له احنا قلنا لك انت لسه ضعيف يعني. قال لهم ماليش دعوه، انا لا هعمل ده كل يوم، وانا لو اذيت في سبيل الله انا راضي بالمساله دي. فهو اول من جهر بالقران في الكعبه، وبالتالي يعني هذا شرف كبير لفتى صغير يقدر يعمل الحكايه دي. نيجي بقى نتكلم عن طفولته. هو كان عاش في بيئه صحراويه طبعا، وتوفي ابوه وهو صغير. قرر ان هو يشتغل باي شكل يعني. فالمهم ان هو قاعد مش لاقي مكان يشتغل فيه، فقدر يعرف واحد عنده قطيع غنم يعني، وقال له هشتغل عندك راعي غنم. كويس. بالفعل هو اشتغل راعي غنم، وبدأ يعني ياخد الغنم ويقعد بيها طول النهار ويرجعها تاني إلى آخره. في يوم من الأيام هو وهو في برع الغنم كده حب يستريح يعني تحت شجرة، فاستريح كده شوية، بص لقى ظل اتنين واقفين قدامه. مين الاتنين دول؟ فهو اتخض، قال له انتوا مين؟ قال لهم احنا عايزين نشرب، احنا عطشانين وعايزين نشرب لبن.
من اي شاه يعني اي غنمه من الغنم بتاعتكم. فقال لهم والله انا مش بتاعتي الغنم دي، ده الغنم ده بتاع واحد تاني وانا بشتغل عنده وانا مؤتمن على ده، فما اقدرش اسقيكم من لبن الايه الشياه الموجوده. فالحقيقه الاثنين اعجبوا بيه جدا. وكان هما مين بقى؟ كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وابو بكر صاحبه، وهو مش عارف ان هما دول. الرسول قال له ايه؟ قال له يا ابني طب عندك شاه لسه صغيره يعني ما كبرتش يعني، وده معناه انه ايه؟ ان ما عندهاش لبن. قال له اه عندي. قال له طب هات لي الشاه دي. فجاب له هذه الشاه. فصلى الله عليه وسلم طبعا حط ايده على الشاه فنزل اللبن، فحطوه في اناء كده وقدروا يشربوا هو وابو بكر وابن مسعود ايضا. ثم امر الشاه ان هي تكف عن الايه؟ عن اللبن، وكفت بالفعل ومشوا. ابن مسعود بقى قاعد مستغرب ايه اللي حصل ده؟ ومين دول؟ كانوا هم مشوا بعيد قوي يعني. فالمهم قرر ان هو يعتزل هذه المهنة ويبحث عن الاثنين دول. عمل ايه؟ راح لصاحب الغنم دول وقال له انا هستقيل من العمل ده وانا مش عايز اشتغل معاهم. وبالفعل سابه وقعد يدور لغاية ما عرف مكان الرسول صلى الله عليه وسلم، وراح له بالفعل وأسلم على يده، وكان هو السادس المسلمين الذين أسلموا. فدي حكاية هذا الرجل العظيم من طفولته وهو مؤتمن، وهو بيراعي ربنا، وهو يعني عنده هذا اليقين وهذا الإيمان دون أن يكون مسلم، مش كده ولا لأ؟ ولما لقى الرسول صلى الله عليه وسلم أسلم معاه بالفعل وبقى معاه. هذا الرجل العظيم طبعا كان اشترك طبعا في الغزوات كلها تقريبا. وفي غزوة حنين كان المشركين كادوا ينتصروا على المسلمين، وكتير قوي من المسلمين يعني هربوا من الميدان وكده، واجتمع على الرسول 10 فقط من المسلمين اللي باقيين. كان احدهم مين؟ عبد الله بن مسعود. في يوم من الايام طلع النخله علشان يجيب تمر، فهو طالع الصحابه شافوه لقوه رفيع كده وقعدوا يسخروا منه ان هو رجليه رفيعه وبتاع. فالرسول زعل قوي، قال لهم ان ساقي عبد الله بن مسعود اثقل عند الله من جبل احد. يعني شفت العظمه، ان هو يعني له قيمه عند ربنا اكتر من اي حد تاني. فبطلوا تسخروا من عبد الله بن مسعود. والايه بتقول لا يسخر قوم من قوم حتى ان يكونوا خيرا منهم، مش كده ولا لا؟ دي حكايه عبد الله بن مسعود، وقدرنا نعرف بالظبط هو العظمه اللي هو فيه وهو كبير دي جت من ايه؟ جت من العظمه التي عاشها وهو صغير. اعرف منكم استفدتوا ايه من هذه القصه؟ يلا يا فهد. القصة طبعا جميلة واستفدنا طبعا منها الحكمة أول حاجة. ثانيا إن وهو صغير طبعا لازم يكون قوي زي علشان يبقى طالع زي ما هو كبير. وبصراحة قصة جميلة بالأمانة والصدق. وطبعا الأمانة علشان زي ما حضرتك قلت في لما الشاه لما ما رضاش يسقي الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر علشان مش تبعه الشاه. بصراحة القصة جميلة. القصة جميلة جدا واستفدت منها حاجات كتير من الأمانة والصدق، وإن هو مرضيش يشرب الرسول عليه الصلاة والسلام اللي من الشاه يعني اللبن، واستفدت منها الحكمة واستفدت منها حاجات كتير جدا.
بناخد الشخصيات ديت لما بنحكيها بنستفيد ان احنا نعيش زيها. نتمنى ان احنا يبقى في لنا هذه الصفات الجميله اللي هي الامانه والصدق وعدم السخريه من الناس والشجاعه، لانه فعلا قدر يقرا القران قدام المشركين. الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان الى اخر الايه. ومش همه المشركين اللي واقفين قدامهم دول يعني يعملوا فيه زي ما عايزين، وتحمل في سبيل قراءه القرآن هذا الأذى الذي لقاه من المشركين. تمام كده؟ إذا نقدر نأخذ من هذه القصة أن هذه القدوة الصالحة التي يمكن أن نستفيد منها من حياتنا، ونقدر نحاكي هذه الشخصية في سلوكياتنا وفي حياتنا اليومية. كده تكون خلصت حلقتنا من برنامجنا كاتب وكتاب. يا رب تكون عجبتكم القصص، واستنونا في قصص جديدة من عظماء الإسلام.